ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعاده يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم بقى شايفين كده، اكله بجد جميله قوي من كتر حلاوتها. هتعمليها كل اسبوع من كتر حلاوتها، بجد تغيير وطعمها بجد حلو قوي. يعني مش قادره اقول لك هي جميله ازاي، وهتعتمديها بعد كده. هي جميله واكله يعني حتى لو مش بتحبي الكبد والقوانص او عيالك مش بيحبوها هيحبوها بالطريقه دي. بجد من اختراع يا جماعه. انا قلت الفها كده، زهقنا دايما بنعملها ايه الطريقه التقليديه، فحبيت المره دي ايه اعملها لكم بطريقه كده جميله. وحمرنا كده جنبها حبه مكرونه، تقدري تعملي جنبها حبه رز ابيض، رز بالشعريه، مكرونه بالصلصه اللي انتي حابه بقى. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناه يا امارات يا حلوين. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا نص كيلو من الكبد والقوانص، اي كميه انتي حباها. الصينيه انت شفتيها ده ما شاء الله كانت كلها ايه، ممكن نص كيلو من الكبد والقوانص. طبعا اول ما جيت من السوق فضيتها في الطبق كده وحطيتها في حبه ميه. بعد كده فما سبتهاش كتير في الميه عشان ما تنزلش طبعا ايه اي حاجه فيها، الدم اللي في الكبده والكلام ده فايده طبعا. فبعد كده فضيتها بقى في المصفى زي ما انتم شايفين، تحت حنفيه كده ميه جاريه. وبمسك حته القناصه وبفصلها عن الكبده وبطلع منها اي دهون فيها. مش عايزه القناصه تبقى فيها اي دهون عشان الدهون بتاعتها دي مش حلوه خالص. طبعا من ورا كده هتلاقي كده حاجات كده مزفلطه وصفرة، دي مش حلوه خالص يعني، دي مش نظيفه كده، حاجه مش كويسه. فلازم طبعا تتخلصي منها. وهقول لك ازاي تنضفيها بطريقه صحيحه وحلوه جدا. وطبعا هقول لك الكبده والقوانص بتاعتك تطلع ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص، وتعمليها حتى لو انت اول مره تعمليها. والبنات الصغيرين كده اول مره يخشوا المطبخ كده هتعمليها وهتدعي لي ان شاء الله. هتدعي لي لانك لما تعملي الوصفه دي وهتعجبهم هتقولي لي، هتكتبيه في التعليقات وتقولي لي الوصفه دي بجد تحفه تحفه. زي ما انت شايفه طبعا انا مسكتها كده على الطبق وايه، ومسكتها بالسكينه كده مشرشره كده او يعني اي سكينه، وكحت كده الحته اللي نازله دي. كحتها اي كده حاجات بتلاقي كده دهون كده بتنزل منها ناعمه كده. دي بقى بتبقاش نظيفه خالص ومش حلوه. برده الكبده طبعا بتسلكي منها الايه الناحيه اللي هي الكلى دي او القلب، مش عارفه دي اسمها ايه بصراحه يا جماعه، قولوا لي في التعليقات. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا شلتها، سلكتها منها برده كده، وغسلت الكبده لو فيها اي كتل دم او اي حاجه بنضفها. زي ما انتوا شايفين طبعا غسيلها سهل وبسيط جدا. بس انا بغسلها عشان البنات الصغيرين، انت طبعا ست الكل بتعرفي تعملي كل حاجه. ده عشان البنات الصغيرين لسه جداد في المطبخ. زي ما انتوا شايفين برضو الايه الكلى والقلب مش عارفه بصراحه ايه، بمسكها كده ايه بشيل منها الحته اللي فوق دي، بشيلها بايديا بقطعها خالص مش عايزاها. فيها كتل دم كده مش حلوه خالص، فلازم نشيلها ونتخلص منها طبعا. وبعد كده بننزل سرسوب كده من الحنفيه بسيط كده، وبنقوم مطلعين منها اي كتل من الدم. كده كده احنا نقطعها برضو اتنين، لو في اي كتل برضو هنشيلها. زي ما انتوا شايفين ده بقى طريقه الغسيل اسهل ما يكون يعني. زي ما انتوا شايفين طبعا انا بعد ما غسلت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، يعني غسلت الكبد والقوانص والكلى والقلب الصغيره دي خالص، الحته الصنطوطه دي اهي طلعتها. طبعا الحته الصغيره دي مع الكبده لان بنسويهم لوحدهم. القناصه مع الكلى او القلب بنسويهم مع بعض عشان بياخدوا سوا شويه. بنسوي دول مع بعض الاول وبعد كده ايه بنسوي دول. طبعا احنا مش هنقطع الكبده لان الكبده طبعا زي ما انتوا عارفين ما يعني ما ينفعش انها تتقطع، لان هي عباره عن دم الكبده. وكمان لو اتقطعت هتنشف منك ومش هتبقى حلوه. طبعا القناصه كده بتقطعيها على حسب ما انت عايزه، حابه تسيبيها زي ما هي اسيبيها، بس هي ما بتتقطع بتبقى افضل طعم بترمي معاكي. زي ما انت شايفه قطعها على حسب ما انت حابه. بجيب كده الحته الاخيره دي بقطعها، وبرده من النص كده القناصه بقوم قطعه اسمها اتنين، وبعد كده اقوم داخله على دي اسمها اتنين ودي اتنين. ممكن تقطعها اكبر اللي انت حباه، بس انا بحب اقطعها صغيره بحس ايه ترمي كده. زي ما انتوا شايفين هي سهله وبسيطه خالص، واقطع كل الكميه بنفس الطريقه. تعالوا بقى نقطع الكلى والقلب، مش عارفه بصراحه اسمها ايه. زي ما انتوا بقى شايفين كده ايه مسكتها كده قسمتها اتنين. بص زي ما انتوا شايفين برضو غسلتها وبرضو طلعت كتل دم. عشان كده انا بحب اقسمها اتنين، عشان لو فيها اي كتل دم اطلعها بايدي. زي ما انتوا شايفين طبعا دي حاجه مهمه جدا، نظافه الحاجات دي مهمه جدا، عشان لما تيجي تاكليها كده تبقي تاكليها وانت ايه مرتاحه كده، ما يبقاش فيه كده اي حاجه انت حاسه بيها مقلقه كده. طبعا بعد ما قطعت القناصه مع الكلى كده او القلب، زي ما انتوا شايفين هعصر بقى عليها نص ليمونه كده كبيره، يا اما ايه ليمونه ليمونه. زي ما انتوا شايفين طبعا الليمون بيشيل اي زفاره خالص من الكبد والقوانص على فكره، ما تلاقيش فيها اي ريحه زفاره خالص. طبعا مع حبه برضو خل، وعصر برضو على الكبده. بس الكبده ما بتحطلهاش خل ولا اي حاجه، يا دوب بس ايه نص ليمونه كده 5 دقايق بالظبط تقومي شطفها شطفه كويسه جدا، تنزلي منها اي ليمون. عشان طبعا الكبده عباره عن دم، احنا مش عايزين نفقد الفوائد اللي فيها، بس احنا بس عايزين برضو نضيع الزفاره اللي فيها. اما القناصه براحتك يعني اي حاجه انت حابه تحطيها يعني عليها. فانا حطيت كده ايه نص كوبايه خل وايه نص ليمونه كده كبيره عليها، واحط عليها شويه ميه نقعها كده لحد ايه ما اعمل بقى اظبط الحاجات بتاعتي بقى، وايه ارجع اشطفها ايه واشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين صينيه بقى على النار كده، واحطها واحط بقى ايه شويه من الزيت، سمنه زبده زيت اي حاجه اشتغلي بيها، مفيش حاجه هتقولك لا. انا ايه عملت بزيت، اي حاجه عندك موجوده عندك اعملي بيها.
زي ما انت شايفه حطيت شويه من الزيت، يعني قيمه كده ايه 3 معالق زيت كبار. ومعايا بقى 3 بصلات وسط متقطعين كده جوانح. طبعا البصل في الوصفه دي بيديها طعم بجد مش قادره اقول لكم خيالي ازاي. زي ما انتوا بقى شايفين كده، وهفضل هقلبها لحد، يعني مش عايزه اديها لون، بس يا دوب ايه اللي اتبلها، يعني تديني دوب ايه اتبلها كده، تديني لون اصفر يا دوب تدبل شويه البصل، ما يبقاش ايه كبير كده، تلاقيه هبط معاكي شويه. زي ما انت شايفه فضلت طبعا اقلب فيها كده لحد ما تبلتها كده معايا. وتعالوا بقى نغسل ايه القناصه بعد ما نقعناها كده لمده 5 دقايق كده. ممكن تنقعها طبعا قبلها بشويه اكتر، بس عادي مش هيحصل حاجه، زي الفل بس زي القشطه زي ما انتم شايفين. هنرمي بقى نص ليمونه خلاص مش عايزينها، وهنشطفها في مصفى كويس جدا جدا. اي حاجه وحشه فيها بقى او اي زفره هي هتنزل بسهوله جدا، هتتخلصي منها كده. انت بتاكلي وانت ضامنه الحاجه انها ما فيهاش اي ريحه زفره خالص. زي ما انتم بقى شايفين نزلت بالقناصه بتاعتي. طبعا لازم تكوني النار عاليه عشان ما تنزلش ايه اي ميه كده. وهي اقلبها طبعا زي ما انتم شايفين البصل ما اداش لون، يا دوب ايه احنا تبلناه يا دوب لون اصفر كده فاتح خالص مش باين اصلا اللون. وهقلبها كده معاه، وبعد كده انزل بالتوابل. سهله وبسيطه خالص واسهل ما يكون يعني. معايا بقى بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسود، شطه، سبع اسمه ده ماجي، معلقه ماجي، معلقه ونص ماجي صغيره، ورق راولي، من كل حاجه بقى من التوابل اللي احنا قلنا عليها، البابريكا من كله نص معلقه صغيره، ما عدا الماجي هو اللي معلقه ونص، ورق راولي. طبعا الملح مش هننزل بيه دلوقتي. قعدت كده اقلبها شويه اشوحها كده على النار. وبعد كده هنزل ب3 مجات من الموجودين في كل بيت ميه مغليه. طبعا ميه مغليه دي عشان على طول تخش في التسويه على طول، ما تطولش على النار زي ما انت شايفه. وهسيبها بقى واورب كده غطا ايه الصينيه، ما سيبهاش طبعا الغطا الصينيه، واغطيها تماما. يعني هوربه طبعا القناص الكبده سبتها بس 5 دقايق في الليمون وشطفتها شطفه كويسه جدا، عشان طبعا احنا مش عايزين نغسل الفوائد برضو اللي فيها، احنا برضو عايزين نغسلها وفي نفس الوقت ما نغسلها. طبعا احنا نزلنا بالكبده لما اتاكدنا خلاص ان الايه خلاص بقى حبه ميه صغيرين كده، نزلنا بالكبده كده 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 خلاص القناصه خلاص احنا ضامنينها استوت. ونزلنا بالملح، ما نزلتش بالملح غير لما ايه القناصه استوت معايا وبقى كده حبه ميه بسيطه. هنزل بقى بالكبده واسيبها ايه تاخد بقيه الميه اللي باقيه دي وتستوي معاها. زي ما انتوا شايفين بعد ما هي خلاص شربت الميه كده واتسبكت وبتقمر كده زيكم، خلاص كده هنزل بقى بنص كيلو من البطاطس ده متقطع كده ومتحمر مكعبات. زي ما انتوا شايفين دي بطاطس كده مقطعاها مكعبات ومحمراها، بجد تحفه قوي، جربوها هتعجبكم قوي ما شاء الله. يعني زودت ما شاء الله نص كيلو بطاطس مع نص كيلو من الكبد والقوانص، ما شاء الله عملت صينيه معتبره. ومعايا بقى طماطمايه كده وسط متقطعه كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، ونزلت برضو عليها. بجد الوصفه دي جنان جنان. طبعا احنا طبعا البطاطس كده كده احنا محمرينها فمش هتاخد سوا كتير. طبعا حطيها وهي متحمره احلى، غير ما تحطيها تكون نيه بتبقاش حلوه وبتتهري. طبعا انا سبتها كده شويه يعني لحد ما تسبكي كده ايه غليت ايه كذا يعني بتاع 5 دقايق كده مع البطاطس. وبعد كده قمت طفيت عليها. بجد وصفه مش قادره اقول لكم الصوص اللي فيها، والكبده مستويه وطعمها حلو مش ناشفه، الكبده من جوه طريه وجميله كانك سلقاها مع الفراخ. والبطاطس بجد تحفه، والقناصه وكل حاجه بصراحه هي جميله. طبعا حمرت جنبها مكرونه محمره، تقدري جنبها رز ابيض، رز بشعريه، مكرونه بالصلصه، اللي انت حباه اعمليه. كله كله ينفع جنب الاكله القمر اللي انتوا شايفينها دي. وعيش بقى ايه جميل بتاعك العيش الطري القمر ده، بجد اكله مش قادره اقول لك بتاكل ازاي، وجميله وبتشبع وبتاكل كميه كبيره من الاسره، بجد هتعجبك قوي. باي باي.